انت مش خلاص كنتي بقى، لا دي بعيدة على التصوير. طب انت مش ماما ابعدي يا ماما. ده بجد احسن من الخيار 100 مرة. وغير ان هو بيحافظ على قرمشته وقت طويل جدا، يعني لو الخيار بيقعد يومين فده يقعد اسبوعين. العلبة دي فيها ايه؟ فيها مخلل، لو انت من سوريا فانت اكيد تعرفه، ولو انت من مصر ممكن تعرفه وممكن لا. بس المهم ان هو مخلل عظيم، هو من اعظم انواع المخللات هيغلب الخيار في قرمشته وطعمه الجامد. وهيعجبكم جدا. يلا نوريكم الطريقة. السلام عليكم حبايبنا في الله. معانا قتة هنسمي الله، وهي دي ليها تقطيعة مميزة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه التهدير بتاع الام ده؟ كلتها ولا تزعل. طبعا انت تعبان نفسيا. انا لا احب اقطع، ما تستغربوش، هي القطه بتقطع ولازم تتقطع كده، احنا متعلمينها كده، احنا متعلمينها من صديقنا السوري كده. ايوه، فلازم تعملوها كده. وصدقوني والله العظيم عمركم ما هتندموا عليها ابدا ابدا. على فكره بجد والله احلى من الخيار. نجيب البرطمان بتاعنا معقم طبعا مغسول كويس، وناخد القته ورصها نايمه واقفه، رصها نايمه مش تفرق. بس هي حاجه بجد في المخللات عماله تسرق. انا ملاحظه ان في ايد عماله تسرق، انا مش هقعد اقطع وهي تسرق. بص انا ماليش لا دي طويله ليه ما بتقطعش؟ شفت بقى بوظت ليه؟ الزيادات على فكره بجد انا عايزاكم تجربوها، لان هو احنا استغربنا فعلا لما ايه المخلل اللي جاي لنا ده مخلل قته، اتفاجئنا انه حاجه حلوه قوي قوي. بس هم بصراحه مش بيخللوها في بطرمان. ازازه البيبس بتحطوا فيها او اي ازازه عندكم وتنزلوها منها وتقفلوا الغطا كويس وتسيبوها. طبعا قولوا لي هتخرجوها ازاي من الازازه؟ بتقصوا الازازه وتحطوها في بطرمان في علبه ثلاجه. ميزه ازازه البيبس يا مؤمن انه بيبقى محكم جدا، انت بتقفل الغطا ما بيتفتحش. بالظبط. بعد ما نرص شويه في البرطمان كده ناخد كام قرن فلفل للي بيحبوا الفلفل، بس هو بيديها طعم جامد، فيعني حتى لو مش هتاكلوا فلفل حطوا كام قرن، نديله غزه كده ونبدا نكمل قته تاني. حلوه قوي نديله غزه دي. ما انا مش عارفه اتربيت فين. ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ على فكره ماما عادي يا ماما، يعني لا مش عادي، دول حبايبنا في الله. رسالة الجنه. لا مش عرسان الجنه اللي بيتفرجوا علينا. كام قرن فلفل، يعني هنفضل نعملها ليرز. انت مش خلاص كنتي بقى، لا دي بعيدة على التصوير. طب انت مش ماما ابعدي يا ماما. هنقتل بعض على التقطيع بعد كده. ممكن ما تاكلش، مش انت قلت خلاص؟ والله طالما مش هقطع هفضل اكل. لا ايه بقطع. والله احنا عشان بنحبكم قاعدين مستنيين عشان نعملها لكم. بجد ده والله مستنيين الموسم بتاعها من بدري جدا. حطوا شويه فلافله بتقولوها ازاي يا سوريين يا حبايبنا؟ انت عارفه انا بحب السوريين والله، اصدقائنا حبايبنا في الله. واحنا عندنا القطعه دي اللي هي بتمنع ان المخلل يطفو على وش الميه فما يبص. هنحطها بعد ما خلاص ملينا البطرمان كويس كده. بطرمان فيه شويه ميه، ولو عوزنا هنزود عليه. معانا معلقه توم، التوم ده مفروم بس هو الصح يبقى سليم، بس مش هنقف يعني. الجيش قالك اتصرف. ايوه. ومعلقه شطه، معلقه صغيره بابريكا، معلقه كزبره. المفروض ان احنا نحط معلقه كبيره زعتر، بس احنا ما عندناش، فبرضه يعني هنستكفي بدول. أيوة. بس صدقوني لو حطيتوه بيفرق جامد جدا جدا في الطعم وفي الريحه. هنضيف 3 معالق كبار جدا ملح، هنخليهم 4. ندي تقليبه كده، وهننزل على الميه دي بنص كوبايه خل. هنضيف نص معلقه سكر، وده عشان يحافظ على القرمشه. ندي تقليبه اخيره كده، سمي الله، وننزل بالمحلول بتاعنا. طبعا اهم حاجه ان احنا نملى ببطرمان ميه على الاخر، ما يبقاش فيه حته قد كده فاضيه. وشايفين القطعه اللي هي بتحافظ على ان المخلل ما يطلعش فوق حاجزه ازاي؟ حاولوا تدوروا عليها وتجيبوها. بجد القطعه دي ممتازه في التخليل. سمي بقى الله ونقفل. هنديله بقى شقلبه. بعد اسبوع بقى ان شاء الله نيجي نجربه معاكم. يلا بينا. ورجعنا بعد بتاع 5 ايام كده ولا حاجه. هنفتح بقى ايه العلبه. ماما شكله عظيم. شامم ريحه. يا لهوي. شيل بس البلاستيكه اللي بتحافظ عليه، بتخلي المخلل دايما تحت فوشه ما يعفنش. اديني يما، اديني يا ماما. ايه يما دي؟ فلفل بقى. ريحتها ايه يا مؤمن؟ ماما عظمه. انا ممكن اسمعهم حاجه واحده. اسمعوا القرمشه. انا مش عايزه اقول لكم هو قد ايه جميل. اسمعوا صوت القرمشه ولا الريحه. كمل الشرح. هو شرح ايه يا بابا؟ انت كلته نص واحنا بنعمل. عارفين يا جماعه انا واحد مخللاتي. بحب المخلل جدا. انت فرخاتي ومخللاتي وجلاشاتي اسمعي بس
بس يا ماما عشان انتي ست كبيره. المهم عدل بسني. اوصفي لهم انا بحب المخلل قد ايه وباكل. لا هو بيحبه كتير جدا. فانا بقعد فعلا انقي المخلل اللي طعمه جامد. والله العظيم انا بعشق حاجه اسمها خيار ده. على فكره ده بجد احسن من الخيار 100 مره. وغير ان هو بيحافظ على قرمشته وقت طويل جدا، يعني لو الخيار بيقعد يومين فده يقعد اسبوعين. اعملوه صح، يعني لو عملتوه غلط حتى الخيار نفسه لو عملتوه غلط بيتهري. نقوا الحبايه اللي بتبقى رفيعه وناشفه وناشفه صغنونه كده، هتدمنوه حقيقي. احنا بنستنى موسم القته عشان نعمله. جربوه هيعجبكم جدا. اللي بيحب الخيار مستحيل ياكل خيار تاني بعد ما كل القته. دي حقيقه، جربوها هتدمنوه. دمتم سالمين والى اللقاء.